يا رب، أشهد أنك الرحيم لم تفعل شيئا في الخلق لتؤذيهم، ولم تحملهم فوق طاقتهم لتشقيهم، ولا ينقص من سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من بالطاعة أتاك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك. يا رب، نسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب قبل أن يموت، ألا تبق لنا هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته، وإن أصبحنا بخوف فلا تمسنا إلا وقد أمنتنا، وإن بتنا على ضيق فلا توقظنا إلا وقد فرجت عنا، وإن كنا بحاجة. اللهم امين يا رب العالمين. الله يفتح لنا ابواب الرحمه والايمان وحب الرحمن. ازيكم حبايبي واخواتي واصحابي التبع قناه يوميات ام هنا؟ ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا ويفرحنا بكل حبايبنا. بسلم عليكم كلكم حبايبي وبقول لكم يوم مفترج، يوم سعيد، يوم حلو ليكم ولحبايبكم ولولادكم كل اللي بيشاهدونا. اللهم امين يا رب. النهاردة عاملة روتين، يعني روتين حلو كده هيشجعنا، وروتين كده عشان احنا عندنا في اسكندرية الشتاء بقى شغال. يعني بعد ما خلصت الروتين ده انا الدنيا عندي كلها اتغرقت مية. الحمد لله يا رب. مسكت السطح النهاردة نظفته وعدلته زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ما كانت لي اسبوعين ما عملتش فيه حاجة فوق خالص، وعندي العيال الصغيرة يعني بتلعب فوق كده. وعندي برضو شوية بلاستيك حبيت أبيعهم، وعندي عيش ناشف برضو وريتهولكم. دي بنت حبيبة دي. سلم عليكم. ربنا يخلينا أولادنا يا رب وفرحنا بيهم يا حبايبي. مسكت بقى السطح ونضفته. النهارده روتين يا جماعة، تعالوا يلا بينا نعملوه كلنا، بس ما تعملوش زي عشان أنا شتت وغرقت الدنيا عندي. مسكت البيت كله بقى نظافة من فوق لتحت، اللي عند الفرن بقى في الحتة دي اللي عند الفرن مسكت البيت كله نظفته وخليته بسم الله ما شاء الله عليه. يعني نظفناه أعزكم الله، ورمينا الزبالة والحاجة وعدلنا الحاجة، والحاجات اللي عايزة تتباع بعناها. وبعد كده شطفنا وغيرنا هدومنا وقلنا نحضر الغدا مع بعضينا. ماشي حبايبي، صلوا على النبي وحدوا الله. متنسوش ام هنا في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حبايبي ربنا يا رب يسعدكم. حابة يا جماعة أشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني وبيخشوا لي القناة واقفين جنبي. ربنا يا رب يسعد أيامكم ويخلي لكم ولادكم ويفرحكم كل حبايبكم. بشكركم جدا، ممنونة لكم بكل حب واحترام. شكرا حبايبي، شكرا كل حد جديد او قديم معاي من اول ما فتحت القناة. بشكركم. ربنا يا رب يخليكم ويخليكم ليا، ما تحرمش منكم ابدا. فانا الكرنبيتة دلوقتي انا جبت وردة كرنبيتة، يعني بحب اقطعها زي ما انتم شايفين. ورد صغير، انا ما بحبش الكرنبيت يبقى الورد الكبير ده. صلاتكم على النبي حبايبي. قطعته قدامكم كده يعني، بس الحتت اللي انا بقطعها دي ليها دور، انا هبقى اوريها لكم هنعمل ايه في الكرنبيت. احنا النهارده الكرنبيت هنعمله جزئين، هنعمله منه مخلل، احلى طريقه مخلل جميله وزي السكر، طبعا من ايد ام هنا. انتوا عارفين بقى. وهعمل لكم طريقه كرنبيت ما تاخدش معاكم اي زيت وما تشربش زيت باذن الله، ولا تعمل لكم اي حموضه، ويبقى طعمها جميل. هنغلي الميه وهنحط فيها معلقة كمون ومعلقة ملح. انسوا ان الكرنبيت يعمل لكم اي حموضة ولا اي حاجة. ماشي حبايبي. حطيت بقى الكرنبيت كده، الورد اللي قطعته صغير، عدته غلوة كده وطلعته على طول. وبرضو حطيت الجزء التاني عشان انا كانت الكرنبيتة كبيرة فانا قسمتها على جزئين. جزء هما انا سلقتهم. صلاتكم على النبي، صلوا على النبي وحدوا الله. إلا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يا رب يطمن قلوبنا بنور الإيمان وحب الرحمن. بعد ما سلقته حبايبي واخواتي واصحابي طلعتهم قصدي. وبعد كده الجزء ده انا هخلله، هحطه يدوب في المية السخنة اللي بالكمون والملح دي، واطلعه بسرعة
ليه؟ عشان يفضل معايا وقت ما انا عايزه اطلعه ويقرمش معايا، مش عايزه اكله يبقى مستوي وناعم، لا انا عايزه القرمشه دي. اطلعه من الميه السخنه وتكب عليه ميه متلجه من التلاجة عشان يديك القرمشه اللي انت بتشوفيها لما بنجيبوه من المطاعم من المحلات، ده المخلل بتاعه بنلاقوه مقرمش. هي التركه دي يا حبايبي. كان عندي فلفل احمر برضو حامي، بدل ما قلت احط له هريسه عشان ما يتمليش كله، انا عايزاه ابيض كده زي ما هو، حطيت له ايه فلفل حامي بس احمر، وحبيته في البراطين زي ما انتوا شايفين. صلاتكم على النبي حبايبي. حطيته كده وحطيت معاه الفلفل الحامي، وكنت مدوباله الملح بتاعه، فانا حطيته دوبت له الملح وركنته كده باسهل طريقه. هتاكلوا احلى مخلل هتدعولي عليه. انا بجيب لكم يا جماعه الوصفات بتاعتي كلها وصفه سهله وبسيطه وتستفادوا بيها واقتصاديه، وعلى قد ايدك تعملي الحلو كله على قد ايدك، وتعملي اللي على قد ايدك على قد ايدك برضو. جبنا 3 بيضات. دلوقتي انا رايحه اقلي بقى الكنابيت عشان نتغدى، والعيال جايين من المدرسه. دلوقتي عندي 7 بهارات، بابريكا، دولة بابريكا، 7 بهارات، فيفوزاية، كمون ناعم، كزبرة ناعمة، آه، لا إله إلا الله، وتوم بودر وبصل بودر، وتوم مدقوق في الهون، مع فلفل أخضر، مع معلقة ملح طبعا. ماشي يا حبايبي. دوبتهم وحطيت لهم زي كوباية شاي مية، ماشي، وحطيت عليهم يطلع 6 معالق من الدقيق. صلاتكم على النبي. دي الخطوة بتاعتهم. وذرة خل عشان زفرة البيض برضه، عشان أنا ما بحب زفرة البيض نهائي في أي حاجة بصراحة. وكنت عندي كزبرة وبقدونس وشبت، طبعا من الزرع بتاعي، فاهميني انت؟ لازم أشكر في نفسي شوية يا جماعة، فاهميني؟ لازم أقول إن أنا عندي زرع وعندي فوق غيط كده باخد منه على طول. ربنا يا رب يبارك لنا في كل حاجة بنعملوها، ويحسن ما بين أيدينا يا رب، ويفرحنا ويرزقنا رزقا حنان مبارك فيه. يسعد قلبكم حبايبي يا رب، وهنيكم وفرحكم زي ما مفرحني كومنتاتكم أو بمشاهدتكم، حتى لو ما قلتش كومنت، بمشاهدتكم وبدعمكم ليه. انتوا كده جابرين خاطري، ربنا يجبر خواطركم يا رب. شكرا جدا. حتى لو مش عايزة أي يعني، حتى لو مش حد شايف الفيديو بتاعي مش عايزة أقول لكم من، ربنا برضو يجبر بخاطرك ويديك على قد ضميرك ويديك على قد قلبك، ويصلح بين حالنا وحالك يا رب. اللهم امين. دلوقتي حبايبي حطيت الكنبيت وقليته زي ما انتم شايفين، وطول ما انت تقطع الكنبيت صغير ما يشربش معاك اي زيت ولا اي حاجه، ويبقى مقرمش من بره. انا نفسي اوريكم القرمشه والله، ومن جوه زي ما انتم شايفين طعم وحلاوه وريحه وزي العسل. انا ما عملتش اي حاجه جنبه تاني غير طبق السلطه اللي انتم شايفينه ده. وده كان غدانا حبايبي واخواتي، ومع الف سلامه.